طبعا الشباب ايه بتحب بقى لما يعني لما ننزل فيديو على جروب بتاع الفيسبوك مثلا او على فلاتر بالعربي او حاجه، تلاقي الناس متفاعله بقى ولفات ورياكتات وبتاع. تيجي تنزل فيديو اسئله، طبعا ايه رجاله الاسئله عندها اختفت تمام. فانا عامل الفيديو وعداني العيب، اللي هيجي يسالني برايفت مش هرد عليه. امين امين. واحده من احلى التجارب اللي انت ممكن تعيشها كصانع محتوى ان الناس تبدا ان هي تتفاعل معاك وتسالك، بحيث ان انت تقرب من الناس بطريقه او باخرى. ما يبقاش الموضوع كله عباره عن كودينج وبرمجه، عارف ان الناس بتزهق من الموضوع اصلا. فنخلي الموضوع قريب نوعا ما. فنزلت بوست من يومين وقلت لكم ان انا هاخد الاسئله بتاعتكم وهبدا ان انا اعمل فيديو وهرد عليها ان شاء الله. طيب البوست ده نزلته على الفيسبوك وعلى جروب التليجرام. لو انت ما دخلتش جروب التليجرام هتلاقيني حاطط اللينك تحت في الديسكريبشن. ونزلته برضو على لينكد ان. هاخدهم كده بالترتيب من اول فيسبوك بعد كده تليجرام بعد كده لينكد ان. وان شاء الله الاسئله كلها اللي انا هجاوب عليها هحطها جنبي هنا على الجنب الشمال او اليمين. معرفش الشاشه هتعمل ميرور ولا لا، بس هنكتشف يعني في المونتاج كلنا. وبرضو عشان نعرف الموضوع هيمشي ازاي هبدا ان انا اخد السؤال وهحاول ابسط لك السؤال. لو مش مفهوم قوي هبدا ان انا ابسطه لك ونبدا نرد عليه واحده واحده مع بعضينا. طيب مبدئيا خلينا نبدا بالفيسبوك وهنبدا ناخد اول سؤال. اول سؤال من احمد تهامي. احمد تهامي بيقول سؤال معقد وسيناريو واقعي بيقابلني كل يوم شخصيا، واول مره قابلني ما لقيتش حد يتكلم عنه بشكل واضح. لو كيوبيت فيها فتش لكذا حاجه في نفس الصفحه، منهم ابديت للحاجه المعروضه والابديت بيتم جوه دايلوج، والدايلوج بتحتاج تفتش ليست حاجه معينه بتستخدم اي بي اي بتاعها في ابديت الحاجه دي تمام. فبالتالي لما بتفتح الدايلوج الستيت بتاعه الكيوبيت بتتغير، واللي وراها بيبقى لودنج او شاشه فاضيه، واليوزر لو عمل كانسل الابديت الحلول اللي بتستخدمها عشان الدايلوج ما يبقاش فاضي. طيب مبدئيا زي ما اخونا احمد رضا رد عليك في الكومنتس، هي بتبقى عباره عن بيلد وين او ليسن وين. طيب باختصار في موضوع الكيوبيت بالذات في حاجه مهمه جدا اسمها البيلد وين والليسن وين. طيب باختصار دول وظيفتهم ايه؟ هشرح لك اكزامبل بسيط جدا جدا وهي ان شاء الله يعني هيوصل لك المعلومه تمام. لو انت مثلا عامل كيوبت للهوم، عندك حاجه اسمها هوم كيوبت تمام. الهوم كيوبت ده عندك تو اند بوينتس انت بتروح تكلمهم عشان تجيب الداتا بتاعتك. انت عندك في الهوم سكرين عندك الكاتيجوريز فوق وعندك البرودكتس تحتيها تمام. طيب الكيوبت باختصار بتعمل ايه؟ بتروح تجيب الريسبونس بتاعك او بتروح تكلم الاي بي اي بتاعتك، ولما بترجع الداتا تبدا ان انت تعمل ايميت للستيتس بتاعتك. فانت هنا انت عندك تو فانكشنز، واحده بتجيب الكاتيجوريز وواحده بتجيب البرودكتس تمام. فلكل فانكشن فيهم عندك الثري ستيتس بتاعتها او 3 ايميتس بتعملهم تمام، اللي هي اللودنج والسكسس والفيلير تمام. فانت عندك هنا الكاتيجوريز لودنج، الكاتيجوريز سكسس، الكاتيجوريز فيل. والفانكشن الثانيه عندك نفس الثلاثه برضو، عندك البرودكتس لودنج، عندك البرودكتس سكسس، وعندك البرودكتس فيلير تمام. طيب انت عندك نفس الكيوبيت الواحد بيتعامل مع الستيتس دي كلها تمام. فانت هنا عامل بلوك بيلدر للكاتيجوريز وعامل بلوك بيلدر للبرودكتس تمام. فانت جيت في الكيوبيت بتاعك جبت الكاتيجوريز مثلا هي الاول، فانت عملت ايميت لللودنج بتاع الكاتيجوريز، بعد كده عملت سكسس او فيلير ايا كان واحد من الاثنين. ولنفترض ان انت عملت سكسس يعني انت جبت الكاتيجوريز تمام. فبعد كده هيخش على الفانكشن الثانيه اللي انت بتعملها تريجر جوه الكيوبيت بتاعتك اللي هي البرودكتس تمام. فالاخر ستيت احنا كنا واقفين عندها اللي هي الكاتيجوري سكسس. فاول ما دخلت في الفانكشن الثانيه هيبدا ان هو يعمل ايميت للبرودكتس لودنج، وبعد كده هيبدا ان هو يعمل ايميت للبرودكت سكسس مثلا تمام. طيب انت هنا عملت ايه؟ انت هنا الستيت الاولانيه اختفت، انت كنت عامل كاتيجوري سكسس والكاتيجوري سكسس دي اختفت او اتعمل لها اوفر رايد بستيت تانية جديده اللي هي البرودكتس سكسس. فانت في البيلد وين او في البلوك بيلدر قصدي لما جيت تعملها انت عملت والله في حاله اللودنج اعمل سيركلر بروجرس انديكيتور، في السكسس اعرض لي كذا، في الكاتيجوريز فيلير اعرض لي كذا تمام. فانت الستيت فعليا ما بقتش كاتيجوري سكسس لان انت دخلت على الفانكشن اللي بعديها والستيت بقت حاجه تانية مختلفه. فانت بالتالي الستيت ما بقتش كاتيجوري سكسس، فالمحتوى اللي انت كنت عارضه في البلوك بيلدر بتاع الكاتيجوري سكسس اختفى. ليه؟ لان انت جبت ستيت جديده تاني خالص. فانت في الحاله دي لو جيت دخلت على الهوم سكرين
هتلاقي ان الكاتيجوريز ظهرت واختفت، وبعد كده البرودكتس ظاهره. فانت دلوقتي بقى الكاتيجوريز عندك مختفيه وظاهره عندك البرودكتس بس. فعشان نحل الموضوع ده جوه البلوك بيلدر، بتبدا ان انت تتعامل بتو اتريبيوتس. في حاجه اسمها البيلد وين طبعا، وفي حاله ان انت في البلوك كونسيومر عندك البيلد وين وعندك الليسن وين. فانت بتبدا تقول له والله انت مش هتابديت المحتوى او مش هتابديت اليو اي بتاعي ده الا في حاله ان الستيتس بتاعتي كانت الكاتيجوريز لودنج او الكاتيجوريز سكسس او الكاتيجوريز فيلير. فانت لو الستيت دول حصلت عندك، خلاص ابني اليو اي واثبت عند كده تمام. مش هابديت اليو اي ابدا غير لما الستيت ترجع حاجه من الثلاثه دول اللي انت اتكلمت عنهم. فبالتالي لما تيجي تعمل كاتيجوريز لودنج، كاتيجوريز سكسس او كاتيجوريز فيلير، خلاص انت عملت البيلد بتاعك ومالكش دعوه بيها. اي ستيت تاني هتطلع من الكيوبيت ده انت مالكش اي علاقه بيها. تمام. طيب يعني ان شاء الله يكون سؤالك واضح، وشفت ان انت رديت على احمد رضا قلت له ان انت الموضوع مش شغال معاك. فاتاكد يعني راجع نفسك. هو هي دي فايدتها وهي دي شغلانتها وهي شغاله 100%، وانا بستخدمها في الشغل بتاعي، ما فيش فيها اي مشكله. فانت لو عندك مشكله شوف انت بتستخدمها بشكل صح ولا لا، هي دي الفكره بس. طيب تاني سؤال من اخونا صابر بيقول لي كلمنا عن المرونه وليه وازاي تكون مرن. طيب المرونه دي مش في الشغل بس او مش في البرمجه بس، المرونه دي في اي شيء في الحياه. مفيش حاجة اسمها صح مطلق، فما تحطش رأي في دماغك وتقول ان انا صح والباقي كله غلط. ما فيش حاجة اسمها كده. صابر اكتر واحد هيريليت للموضوع ده، لان صابر كان شغال معايا شهرين ثلاثة. ومش فكرة دايما ان انت يبقى عندك رأي ان انت تفرضه على كل اللي معاك. فانت مثلا لو شغال حسب بقى انت فوقيك سينيور، فوقيك تيم ليد، فوقيك المدير، ايا كان انت بتاخد شغلك من مين. لو مثلا جالك تاسكايه بيقول لك والله احنا عايزين نعمل واحد اتنين تلاته بالطريقه الفلانيه، انت لو شايف ان الطريقه الفلانيه دي مش شغاله وعندك طريقه احسن، ما تقولش بقى ان انت صح وان ده غلط وتقعد تشتم فيه وتشتم في الاسلوب بتاعه وان ده ما بيفهمش. لا، الموضوع ما بيمشيش كده. ابدا ان انت ادي رايك. يعني والله يا باشمهندس انا شايف ان احنا لو عملنا الطريقه الفلانيه دي هتبقى احسن وهتوفر علينا في البرفورمانس وهتوفر علينا مجهود، وبعد كده في السكيلابيليتي لو احتاجنا نضيف حاجه هيبقى الموضوع مرن مش معقد. ويبدا ان هو يقترح عليك او يتناقش معاك، يقول لك يقنعك بقى بوجهه نظره. يعني هو يقول لك ليه هو قال لك تعملها بالطريقه الفلانيه. وطبعا لان هو شخص اكبر منك او شخص اقدم منك في المجال، مش لازم اكبر منك سنا، ممكن يبقى اقدم منك في المجال يعني. فانت تبدا ان انت دايما تاخد المعلومه، وتعلم دايما ان انت يعني تسمع اكتر ما تتكلم. دايما ما تديش رايك وما تبقاش صدامي، ما تتخانقش مع الناس. ابدا خد واسمع، حتى لو انت شايف ان ده شخص ما بيفهمش، ابدا خد معلومتك منه وابدا ترجمها. فاهم؟ يعني كل الحاجات دي بتفيدك في حياتك دايما. وغير كده فكره مثلا برضو الاي اي ومش عارف ايه والموجه الجديده بتاعت الفايب كودينج والكلام ده كله. فتلاقي بقى نوعين من الناس. واحد مبسوط قوي ان في اي اي طلع يوفر عليه مجهوده. تمام. فانت البروجكت اللي بياخد معاك شهرين ثلاثه او ممكن اربعه بسبب المجهود بتاعه والضغط بتاعه، وفكره ان اليو اي نفسه بقى رخم ان انت تقعد بقى تعمل ديزاين كومبلكس وبياخد وقت ومجهود وايام وبتاع عشان تخلصه. فكره ان انت تلاقي حاجه توفر عليك الوقت ده، دي حاجه كويسه جدا. فانت المشروع بتعمله في 3 و4 شهور ممكن تعمله في شهرين، ممكن تعمله في شهر. فكره ان انت توفر عليك اليو اي يسيب عليك عبء الريفاكتورنج مثلا. فانت بدل ما انت بتعمل سكرينه كامله تاخد في ايدك مثلا 5 6 ساعات شغل عشان تخلص السكرينه، لا انت ممكن الاي اي يعملها لك في نص ساعه مثلا. تبدا ان انت تضيع وقتك بقى في الريفاكتور، لان الاي اي مش هيطلع لك كل حاجه بيرفكت، او مش هيطلع لك كل حاجه ومقتنع ان انت راجل مية مية. فاهم؟ لازم تتعب شويه في الموضوع. هو هيوفر عليك مجهود وهيوفر عليك طاقه. بس خلاص مش معنى كده بقى ان انت تخلص الابلكيشن كله في اسبوع. يعني فاهم؟ مش قالب وقلب على طول. لا، فكره ان انت تبدا ان انت تعمل ريفاكتور، يعني بدل ما تعمله في 5 6 ساعات، الاي اي يعمل لك في نص ساعه وانت تريفاكتور في ساعتين. فانت بدل ما تعمله في 5 ساعات عملته في ساعتين ونص، انت خدت 50%. فاهم؟ فانت وفرت على نفسك وفي نفس الوقت انجزت. تمام. والموجه الثانيه من الناس اللي لما طلع الاي اي قال لك بس الموبايل ديفلوبمنت هتختفي، الاي اي هياكل الجو، فلاتر هتموت، مش عارف ايه. فانت دايما اسمع اكتر ما تتكلم، وما تمشيش مع الزيطه، ما تمشيش مع الترند.
ما خلاص يعني ركز في مستقبلك، ذاكر، طور من نفسك وسيب على الله. تمام. طيب بعد كده سؤال من ليلى بتقول انا كنت فتره دخلت مجال البرمجه وبعد شويه وبعدت شويه لان حصل لي شويه مشاكل فما كملتش. وصلت مثلا للويدجت تقريبا كنت مستخدماه ومطبقه على معظمها وعامله مشاريع كويسه بس مش قويه. يعني المهم انا كنت حابه اكمل حاليا ومستواي في الفتره اللي كنت درست فيها فلاتر ما كانش اعلى حاجه في نقطة اللوجيك. فهل في أمل إني لو كملت أقدر ألاقي أوفر لشغل آه، وأول موضوع صعب وأريح دماغي وأبدأ وأكمل بإيه؟ ولو هبدأ في حاجة معينة، مش عارف، حاسس إن مش عارف أقرأ السؤال. ولو هبدأ في حاجة معينة لو هبدأ في حاجة معينة مثلا ممكن أذاكرها منين أونلاين لأن أنا عندي مشكلة في الوقت فمش هعرف أوفلاين. وهل نقطة اللوجيك دي بتعلى وده الطبيعي وأنا بتعلم ولا لأ؟ أسف على الإطالة بس مش ماشي. المهم فيما معناه يعني اللي أنا فهمته من السؤال إن هي بدأت في فلاتر من فترة بس ما كملتش لظروف معينة. فهي بتسأل يعني هي لو هتكمل ممكن تذاكر منين عشان هي ما عندهاش برضو فكرة ان هي تنزل اوفلاين فهي عايزة مصدر اونلاين تقدر تذاكر منه. ونقطة اللوجيك بتعلى مع الوقت طبيعي وهي بتتعلم ولا لا؟ طيب نقطة اللوجيك بتعلى مع الوقت طبعا 100%. انا مهاب النهاردة بعد سنتين ثلاثة في المجال مش زي مهاب من اول مرة بدأ في البرمجة عامة. ففكرة ان انت دايما كل يوم او كل فترة انت بتحتاج بكود معين بشغل معين ببزنس معين بفكر معين فانت 100% بتتطور. انت النهارده مش زي ما انت من سنتين او من ثلاثة مثلا، فاهمني؟ فالنقطة دي بتفرق طبعا، بتفرق اللوجيك بيعلى دماغك بتفرق. وانت فكرة ان انت كإنسان اصلا بتنضج فانت دماغك بتكبر فانت مدركك للاشياء حواليك بتوسع. ففكرة اللوجيك واليو اي وكل حاجة انت بتتخيلها بتتطور مع الوقت وبالممارسة. فانت معاك الوقت ومعاك الممارسة طبعا بتتطور 100%. طيب لو هتكملي مذاكرة هتكملي منين؟ كملي من نفس المصدر اللي انت ذاكرت منه. لو انت ذاكرت الويدجتس سي مثلا من كورس او من بلاي ليست على اليوتيوب كملي مع البلاي ليست دي. حاولي ما تشتتيش مصدر المذاكرة بتاعتك عشان ما يبقاش مشكلة لان انت كل واحد ليه رأي معين وكل واحد هيشرح الاسلوب بطريقته. فانت شوف اللي انت بدأتي معاه وان انت مستريحة معاه كملي. بس انا عن نفسي كمهاب انا بحب حاجة مستمرة. يعني ما تشوفيش فيديو وخلاص، يعني مش فيديو تقلبي، لا لازم تشوفي لو بلاي ليست كامله مثلا ابداي في البلاي ليست وخلصيها كلها. لو كورس مثلا على يوديمي او على كورسيرا او ايا كان المصدر بتاعه بس دايما حاولي تخلي السورس بتاع المذاكره بتاعك يبقى حاجه حديثه. حاجه حديثه دي يعني سنه مثلا مش اكتر من سنه عشان فلاتر نفسها بتابديت والموضوع طبعا بيختلف من سنه لتانية. فحاولي اول حاجه ان المصدر بلاش تعدد في المصادر، حاول تشوف مصدر واحد اونلاين سواء في حاجات كتير على اليوتيوب او في كورسات على يوديمي. آه لازم تتابع معاه وكملي للاخر. تاني حاجة آه مش فاكرها بس تمام احنا زي الفل. طيب عبد الرحمن اشرف اخويا بودي وزميلي في الجامعة بيقول لي احكي لنا عن مهاب بره التك. مهاب بره التك هو مهاب جوه التك. مهاب انسان هايبر اكتيف. مهاب ما بيحبش، يعني مهاب شخصيه متناقضه نوعا ما لان مهاب شخصيه هايبر اكتيف. يعني ما بعرفش اقعد هادي وبحب افرك كده وعايز اخش ادور واقرا واعمل كل حاجه عامه. في نفس الوقت مهاب هادي جدا. يعني مهاب في طبيعي في اي قعده مثلا ممكن تلاقيني ما بكلمش كتير، يعني قاعد ساكت بحب اشوف الناس بتتكلم ازاي، احب اسمع وجهات النظر واتعلم من الناس، فاهم؟ فكره مهاب بره التك انسان عادي جدا، انسان بيحب الحياه اجتماعي ومنعزل في نفس الوقت، فاهم؟ فهو موضوع هي شخصيه متضاربه نوعا ما بس قشطه انا بتعامل ومبسوط بصراحه مش متضايق. يعني مش حاجه رخمه بالنسبه لي. بحس ان انا متنوع ف قشطه، فاهم؟ طيب دي كانت اسئله الفيسبوك. طبعا الشباب ايه بتحب بقى لما يعني لما ننزل فيديو على جروب بتاع الفيسبوك مثلا او على فلاتر بالعربي او حاجه تلاقي الناس متفاعله بقى ولفات ورياكتات وبتاع. تيجي تنزل فيديو اسئله طبعا ايه رجاله الاسئله عندها اختفت تمام. فانا عامل الفيديو وعداني العيب اللي هيجي يسالني برايفت مش هرد عليه. امين امين. طيب بعد كده خليني اخش على الشانل بتاعه التليجرام. طيب مبدئيا علي بيقول لي ممكن تعمل سلسله موك انترفيو تختار الناس تعمل ليهم انترفيو
حاضر يا علي، طبعا الموضوع ده والله محطوط في الخطه. انا مش سينيور، او انا مش تيم ليد، او انا مش مؤهل لفكره ان انا اعمل لك انترفيو، لان انا يعتبر زيك فاهم. بس احنا ممكن نعملها من سبيل التعلم، فاهمني؟ فكره ان انا اسالك اسئله، ممكن تسالني اسئله، فاهم؟ او ممكن يعني ايه، نحاكي الموضوع، نجيب اسئله بروفيشنال، حاجات من اللي هي بتتسال في اي انترفيو لجونيور مثلا، او فريش، ونبدا ان احنا نجاوب عليها. تبدا ان انت تديني الرد بتاعك، وانا لو عندي تصحيح ليك ابدا اصحح لك، او لو انت ما عندكش رد ليها ممكن ان انا ابدا اجاوبك عليها، بحيث ان الناس كلها تستفاد وانا برضو استفاد، فاهمني؟ فان شاء الله موجوده في الخطه، ما اعرفش امتى بالظبط، بس ان شاء الله يعني هعملها يعني ان شاء الله. يوسف صبحي بيقول لي في ستاند كده عندك في مكتب الشغل بتحط عليه الموبايل، اسمه ايه واجيبه منين؟ طيب الستاند ده عندي في الشغل وعندي في البيت، وده اللي ساند عليه الموبايل دلوقتي. هحط لكم صورته هنا برضو. الستاند ده انا جايبه من الشارع، كان في حد فارش في الشارع في الهرم. الستاند ده ب 50 جنيه. ما اعرفش اسمه ايه بصراحه، وما اعرفش هو ضحك عليا ولا لا، بس قشطه يعني 50 جنيه شفتها فير بصراحه. الستاند حلو، وغير كده ممكن تعمله بقى هوريزونتال، او ممكن تعمله فيرتيكال لو انت شغال مثلا عايز تشوف الجهاز، عايز تشوف الاوتبوت بتاع الديبج بتاعك على الجهاز. فبصراحه الستاند حلو، و50 جنيه يعني قشطه، كلام عبيط. فدي زي الفل. احمد برديسي بيسالني عن فاليو نوتيفاير از ستيت مانجمنت سوليوشن. والله يا احمد انا ما اعرفش الفاليو نوتيفاير، وما اعرفش هل هي اكتف ولا مش اكتف. بس عامه انا بتعامل بالكيوبيت، وشايف ان الكيوبيت معدي وزياده، فاهمني؟ انا مش متعصب للكيوبيت، بس فكره ان انا مرن نوعا ما. يعني لو اتحطيت في بروجكت قال لي والله انت هتتعامل ببروفايدر، هتعامل ببروفايدر. لو اتحطيت في جيتكس مش هتعامل بجيتكس، سيبك من جيتكس خالص. بس والله فكره الفاليو نوتيفاير ما اعرفش هي فعلا آم، فعاله ولا لا، بس انا بتعامل بالكيوبيت، وانا مستريح مع الكيوبيت، وما شفتش مشاكل تخليني اروح ادور على بديل للكيوبيت. تمام. فانا مش متعصب للكيوبيت، ولو اتحطيت في اي بروجكت هشتغل بالستيت مانجمنت المطلوبه مني. فلو الفاليو نوتفاير شغاله معاك كويس تمام، ممكن تسال فيها حد سينيور، او حد عدى اتعامل معاه قبل كده وشاف الفرق ما بينها وما بين الكيوبيت، او ما بين اي ستيت مانجمنت تاني، يقدر ان هو يدي لك الرد الصريح، فاهمني؟ فانا ما اقدرش ادي لك الرد الصريح. بعد كده معاذ احمد بيقول لي السوق دلوقتي ايه الدنيا، لان الفتره دي الواحد جد، بقت الريكويرمنتس للجونيور حاجات كتير ايه فشخ. ومهما الواحد يقدم، يحس ان هو not good enough. السؤال ده بيتكرر كل فترة، بس الواحد جد بأمانة، اخوك لسه متخرج وعليه جيش. وحاجة تانية قبل ما اخش الجيش، نستغل الفترة دي ازاي؟ وهل في شركات بتوظف فعلا قبل الجيش ولا مفيش؟ ده سؤال حلو قوي، حلو قوي قوي. طيب هو علي سأل 3 أسئلة مع بعض، تمام. اول حاجة السوق عامل ايه؟ تمام. تاني حاجة ازاي تستغل فترة قبل الجيش؟ وتالت سؤال، هل في فعلا شركات بتوظف قبل فترة الجيش ولا لا؟ طيب اول سؤال، السوق ايه الدنيا؟ السوق والله زي الفل، والسوق فيه شغل كتير، بس الفكرة في الكواليتي. فكرة في الكواليتي. انا دايما عند رأيي، الفيديو اللي انا عملته من 3 او 4 شهور، الفيديو ان هو عن ازاي تلاقي شغل والكلام ده كله، والله السوق زي ما هو، والسوق موجود. بس فكرة ايه بقى؟ فكرة ان العدد بدأ يكتر نوعا ما، فده كويس ان الناس بدأت فكرتها توسع عن فلاتر عامة، والسوق بدأ يوسع، وبقى في ناس بتطلب فلاتر ديفلوبرز اكتر. وفي برضه استغلال ان في شركة تبقى لسه بادئة، فبدل ما اجيب واحد تيم ليد، واجيب تحتيه سينيور، واجيب تحتيه جونيورز، الهرم الطبيعي لاي شركة محترمة، تمام. فالتيم ليد مثلا مثلا بياخد 80,000 مثلا، والسينيور بياخد 50,000، والجونيور بياخد 20,000. فانا بدل ما ادفع ال 80 وال 50 وال 20، فانا اجيب لي شويه فريش او شويه جونيورز، هدي كل واحد 8000 جنيه ولا 6000 جنيه، ويلا يا باشا احنا عايزين نعمل ابلكيشن شبه اوبر مثلا، فاهم؟ فبدا يبقى في عك كتير، وبدا ان في ناس مش فاهمه بيزنس، ومش فاهمه اهميه ان انت يبقى عندك الليفلز بتاعت فلاتر دي نفسها، او الليفلز بتاعت السوفت وير عامه، دي مهمه جدا. لان انت الموضوع مش عشوائي، انت مش فكره ان كله بيكتب نفس الكود، فاهمني؟ دي شركات بقت المنتاليتي بتاعتها تعبانه بصراحه، بس السوق والله لسه في شغل، ولسه زي ما هو. وما تيأسش من فكره ان انت بتقدم ومحدش بيرد عليك، فاهم؟ انا بقدم ومحدش بيرد عليا، وبقالي بتاع حبه حلوين بقدم في كذا شركه،
لحد دلوقتي اللي انا بكلمك فيه دلوقتي محدش لسه رد عليا. ده مش عيب منك ولا عيب من الشركه، فاهم؟ حسب البروسيس. وفي الاول وفي الاخر ده رزق بتاعك بتاع ربنا يعني، في الاول وفي الاخر، فاهم؟ فما تعطلش نفسك، والله السوق حلو. انت الفكره بس الموضوع محتاج صبر، وهي اصعب خطوه تاخدها في حياتك في الكارير بتاعك. هي فكره اول شغل. بعد اول شغل ربنا بيكرمك وبتنط من شركه للتانيه، وعادي ما حدش بيركز معاك يعني. طيب سؤال تاني، تستغل فتره قبل الجيش ازاي؟ والله حسب انت فاضل لك قد ايه لحد الجيش، فاهم؟ لان انا اتخرجت في شهر 6، وقعدت لشهر 4 اللي بعديه لحد ما سمعت موقفي من الجيش، فاهمني؟ فانا قعدت تقريبا سنه الا شهرين او حاجه زي كده عقبال ما دخلت الجيش. فانا كان عندي فتره كبيره جدا، فاهم؟ الفتره دي انا اوريدي كنت بادئ فلاتر قبل ما اتخرج، يعني قبل ما اتخرج بسنه تقريبا كنت اوريدي خلصت كورس فلاتر وبدات اعمل مشاريع بايديا، فاهمني؟ فنصيحتي الاولى والاخيره ليك، انا كمهاب، حاول ما تذاكرش ساينس كتير قوي قبل الجيش، لان انت هتخش فتره الجيش. الساينس ده برضو محتاج مراجعه ومحتاج تطبيق ومحتاج حاجات كتير قوي. فان انت تذاكره او تقراه وما تطبقش عليه وتخش الجيش، طبعا الجيش هتتسحل في مركز التدريب 3 شهور مع بعضيهم، فهتنسى كل الكلام ده وتطلع هتحس ان انت بقى ايه، انا مش فاكر اي حاجه، انا لسه هذاكر من الاول. فالموضوع هيبقى معضله رخمه بالنسبه لك. فانا كمهاب انا شايف ان انت تستغله وان انت تعمل مشاريع كويسه تتحط لك في السي في بتاعك، ان انت تعمل مشاريع محترمه تطبق فيها على توبكس جديده. سيبك بقى من المشاريع بتاعه المشروع بتاعه الكورس اللي انت خدته. ابدا ان انت تشوف مشاريع جديده، شوف لك باك اند محترم معاك، شوف لك يو اي محترم معاك، وابداوا ان انتوا تطوروا السي في بتاعكم. فانا لو مكانك انا هركز 100% ان انا اطور من السي في بتاعي. وخد بالك السكيلز بتاعتك بتتطور وانت شغال، يعني انت وانت شغال سي مثلا على ابلكيشن جديد انت مش عارف هو بيتعمل ازاي، فانت عارف مثلا 40 50% من الابلكيشن. فطول ما انت شغال بتحتك بايرورز كتيره، بتحتاج بمشاكل كتيره، تبدا ان انت تسيرش وتوصل للحل بتاعها. فانت هتلاقي ان الموضوع بقى عملي، فانت شغال بتعمل حاجات وفي بروجرس كل يوم بتحطه لنفسك، وفي نفس الوقت السكيلز بتاعتك بتعلى، وبتبدا ان انت تحتاج بمشاكل وبتدور وبتحلها، تمام؟ فانا لو مكانك انا هعمل مشاريع على قد ما اقدر، تمام؟ هل في شركات بتوظف فعلا قبل الجيش؟ يعني انا كمواب قبل ما اخد الاعفاء انا اشتغلت من شهر 1 لحد شهر 4 تقريبا. كنت شغال لسه ما دخلتش، ما سمعتش سلاحي ولسه ما اعرفش انا داخل الجيش ولا لا. بس اشتغلت في شركة وعادي جدا. والله بص، على حسب الاحتياج، هو مش 100% موجود، ودي فرص قليلة. بس هم لو فعلا شايفينك كويس وهم محتاجينك وهتخش على حاجة او داخل مع تيم مثلا، فعادي مفيش مشكلة تخش ان انت تشتغل شهرين 3 4. فمفيش مشكلة، انا بقولك هي موجودة، هي مش كتير عشان ما تحبطش، بس هي موجودة. هي مش موجودة، فاهمني؟ طيب بعد كده ايمن عمار ايمن بيسألني هل في حاجة في الكيوبيت لو عندي سكرينة بتحتاج الكيوبيت فيها اجزاء بتتغير ومتقسمة في ملفات كتير، هل من الصح اني احط بلوك بروفايدر عليها او بلوك بيلدر عليها من فوق من اول البادي، بما ان الاجزاء دي بتتغير وكل جزء في الملف ابعت له كيوبيت كمتغير وكمان الستيت كمتغير؟ افضل حل كاداء واشرح الحوار ده باستفاضه عشان مهم ولا جزء؟ انا مش فاهم عشان مهم ولا كل جزء اعمل له بلوك بيلدر لوحده؟ بحبك يا ملك. اخويا عمار شاب مجتهد جدا 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 ومتابعك والله، وما شاء الله عليك يعني. طيب باختصار خليني ابسط سؤال عشان نفسي ايه الدنيا تهت شويه. طيب عمار بيسأل سؤال، انا لو عندي كيوبيت وعامل فيه بلوك بيلدر، يعني تمام. طيب خلينا نرجع من الاول. هو عنده كيوبيت والكيوبيت ده حاطه في سكرينه معينه، السكرينه دي فيها اكتر من سيكشن بيتغير، يعني عنده مثلا الحته اللي فوق دي بتتغير اعمل لها بلوك بيلدر، واللي تحت يعمل لها بلوك بيلدر، واللي تحت في الفوتر مثلا يعمل لها بلوك بيلدر ولا لا؟ ولا يعمل بلوك بيلدر واحد من فوق ويبدا ان هو يباصي الكيوبيت والستيتس كمتغيرات جوه الحتة اللي هتتغير دي؟ طيب انا كمهاب واللي انا شايفه صح واللي مش بيعك الدنيا، لا انا بعمل بلوك بيلدر واحد من فوق، تمام؟ وعلى حسب، يعني لو الريسبونس جاي لي عبارة عن كذا لستة، تمام؟ والكذا لستة دي ببدأ ان انا اوزعهم على، يعني بص،
انا عندي كذا ويدجت، الكذا ويدجت دول مثلا عندي برضو، خلينا نشرح لنفس المثال بتاع الهوم وفعليا هينفع 100% فيه. تمام. انا عندي الهوم سكرين، عندي فيها الكاتيجوريز وعندي فيها برودكتس وعندي فيها برودكتس تاني من تحت. تمام. فلو الريسبونس بيجي لي، يعني ريسبونس واحد بيجي لي عباره عن ليسته اوف كاتيجوريز وليست اوف برودكتس وليست اوف البرودكتس الثانيه، كلهم جايين لي في نفس الريسبونس، ببدا ان انا اعمل بلوك بيلدر واحد من فوق، وبخلي كل ويدجت من اللي تحت بتاخد مني الليسته. انا مش ببص لها كيوبيت، تمام، انا ببص لها الليسته. يعني هي الكاتيجوريز سيكشن مثلا محتاج مني الليسته بتاعه الكاتيجوريز، فانا ببصيله او باخد الليسته دي بخليها كبارامتر فوق في السكرينه، وببدا ان انا ابصيله من الستيت بتاعتي. تمام. ونفس الكلام بالنسبه للبرودكتس، ونفس الكلام بالنسبه للبرودكتس اللي تحتيها. تمام. طيب ده في حاله ان هو نفس الريسبونس. طيب في حاله ان هو مش نفس الريسبونس، عندك الكيوبيت بيعمل كذا فانكشن، نفس المثال اللي احنا اتكلمنا عليه في البيلد وين او في الليسن وين. مفيش مشكله ان انت تعمل بلوك بيلدر، بس مش كل مره تاخد انستنس من الكيوبيت. انت في الحاله دي ببدا ان انا اعمل ايه؟ تبدا تحت البيلد تعمل انستنس واحد من الكيوبيت بتاعك، وليكن الهوم كيوبيت مثلا ايكوال الهوم كيوبيت، فانت كده عرفت او خدت انستنس من الهوم كيوبيت بتاعك. ببدا ان انا بصيه جوه كل ويدجت، والويدجت دي بتتعامل مع نفسيها بقى. فاهم؟ يعني جوه الويدجت دي ببدا ان انا اعمل مثلا جواه بنادي على الفانكشن بتاعه الكيوبيت ده جوه الويدجت بتاعتي. فاهمني؟ فعلى حسب يعني اجابه السؤال بتاعك، على حسب السيناريو اللي جاي لك. لو جاي لك حاجه واحده، خلاص اعمل بلوك بيلدر واحد وابدا ان انت باصي الحاجه اللي انت محتاجها. فانت محتاج لسته بس من الريسبونس ده، باصي الليسته في الويدجت بتاعتك. انما لو هي حاجه مختلفه، ابدا ان انت قسم الموضوع، مفيش فيه اي مشكله. خد انستنس من الكيوبيت بتاعك من فوق، وابدا ان انت باصيه في الويدجت بتاعتك. ما تبصيش الستيتس، حاول تخلي الستيتس او كل ويدجت بالستيتس بتاعتها جوه الويدجت، ما تخليش الستيتس عايمه من بره وتبدا ان انت توزع جوه الويدجت بتاعتك. تمام. طيب السؤال بعد كده من محمد مصطفى: هل فعلا المفروض الواحد كفلاتر ديفلوبر يفهم ازاي يعمل اي بي اي، يكون فاهم في الباك اند عشان يقدر يطلع منتج نهائي ومشروع كامل بنفسه، ولا غير كده فهو مش مؤهل لسه؟ الكلام ده كذا واحد بيشتغل قال ان هي دي الطريقة عشان تبقى كويس والشركات تقبلك. طبعا لا، الموضوع ما بيمشيش كده. بص، فكرة ان انت تبقى فاهم في الباك اند او فاهم الباك اند بيتعامل ازاي او محتاج منك ايه، دي اذا بلس، يعني بلس ان انت تبقى عارفها، هي حاجه حلوه ان انت تبقى عارفها، بحيث ان انت لو في حاجه عطلت من عندك تبقى عارف المشكله دي جايه لك من الباك اند ولا جايه من عندك. يعني انت فاهم البروسيس كامله. فكره ان انت عندك نوليدج في حاجه معينه دي حاجه حلوه بالنسبه لك. فاهمني؟ بس هل المفروض كفلتر ديفلوبر تبقى عارف الباك اند؟ مستحيل، يعني 100% من مستحيل. فاهم؟ ممكن يبقى قصدهم على فكره مثلا اللي هي نو سيكوال زي الفاير بيز زي الباكيت بيز زي الكلام ده، مفيش مشكله، اكيد هتبقى فاهم فيها عشان انت اللي بتتعامل مع كله. لكن كباك اند كاي بي ايز كالكلام ده كله لا طبعا، مش مطالب منك، مش ده الرول بتاعك كفلاتر ديفلوبر. انت كفلاتر ديفلوبر بيجي لك الاي بي اي، انت وظيفتك ان انت تعرف تتعامل مع الاي بي اي، تعرف ان انت تاخد الريسبونس ده، تعرف تعمل بارسنج للريسبونس ده، تعرف تخليه موديل، تعرف تتعامل وتعرض الموديل ده. تمام. دي وظيفتك كفلاتر ديفلوبر. لكن ان انت تفهم في الباك اند اذا بلس ان انت تبقى عارفها. يعني حلو ان انت عارفها عشان تبقى فاهم البروسيس، ودايما لما بتكبر تبقى عندك نولج في كذا حاجه، فدي بتبقى حاجه حلوه بالنسبه لك، تعرف تتعامل مع الناس عامه في الحياه. فاهمني؟ لكن عشان تقبلك شركه تبقى فاهم في الباك اند، لا طبعا مش ده الصح. طيب مؤمن بيسالني: خد اعفاء ازاي؟ والله يا صاحبي من عند الله يعني. فكره ان انت ايه، داخل وشايل هم ان انت عندك سنه بتاعت الجيش دي رايحه على الفاضي، او مش رايحه على الفاضي، بس فكره ان انت هتتعطل. ان انا اوريدي بدات شغل في المجال، وحابب بقى ان انا اطور واعلي من نفسي واعلي من السي في بتاعي، وابدا بقى خلاص انا شارخت الطريق وعايز بقى، عايزين نعمل حاجات كتير، عايزين نتجوز، عايزين نجيب عربيه، وفي احلام كتير عايزين نعملها. ففكره الجيش نفسها بصراحه تلاقيها محبطه نوعا ما، بس ربك بيكرم، توكل وصب على الله. ويعني هي من عند الله، ما فيش سبب. فاهم؟ انا رحت خدت، انا قدمت في شهر واحد خدت تأجيل، ورحت في شهر 4 خدت الإعفاء من الحلمية.
الحمد لله يعني، وربنا يكرمكم جميعا بالإعفاء ان شاء الله. طيب احمد ماهر بيسألني: هل السوق في مصر فيه فرص لحديث التخرج نقدر نوصل لها بسهولة، ولا الموضوع بقى صعب عن الاول؟ تاني حاجة، المينيمم ريكويرمنتس عشان ابدأ ادور على فرصة شغل لو انا حديث التخرج. تالت حاجة، هل لازم أكون مظبط كل سطر في مشروع التخرج لو هحطه في السي في، باعتبار ده المشروع الكبير المتكامل الوحيد اللي عملته بالإضافة لمشاريع تانية صغيرة. يعني أنا اشتغلت كلين، ولكن في حتت اتكروتت في الآخر عشان الديدلاين وكده، بالذات في جزء البرزنتيشن لاير. تمام، طيب خلينا نمسكهم سؤال سؤال. أول حاجة، السوق في مصر فيه فرص لحديث التخرج؟ في فرص لحديث التخرج، بس زي ما لسه ما هل السوق في مصر في فرص لحديث التخرج؟ طبعا في فرص لحديث التخرج، بس الفكرة بقت صعبة عشان المنافسة بقت كتيرة، والغير مؤهلين بقوا كتير، فاهم؟ يعني فكرة ان انا كشركة انزل اعلان ان انا عندي وظيفة معينة، الاقي متقدم لي بتاع 400 500 واحد، فاكيد في حد هيتظلم في النص. 100% في حد هيتظلم في النص، فاهمني؟ فطبعا في ناس كتير مش مؤهله، وفي ناس كتير مفيكه السي في بتاعها، وفي ناس كتير مسميه نفسها مسميات اعلى من اللي هي فيها. كله بيروح يسمي نفسه سينيور وهو ما عداش مرحله الميد ليفل ولا الجونيور حتى، فاهمني؟ فالموضوع ده بيظلم ناس وبيعدي ناس، فاهمني؟ فالفرص موجوده، طبعا الفرص موجوده، بس لو ما لقيتش الفرصه في البدايه، يعني انت دلوقتي لسه متخرج، انت لسه راجل فريش، تمام؟ قدمت على كذا شغلانه وما دخلتش انترفيو او ما لقيتش ان ليك فرصه، خلاص بقى ما تقعدش تعيط على جنب وتقول انا خلاص انا مش لاقي فرصه، انا هشفت اشوف لي مجال تاني. لا، ابدا طور مع نفسك. خد بالك، فكره الاكسبيرينس اللي انت بتاخدها مع نفسك حاجه، والاكسبيرينس اللي انت بتاخدها في الشغل او في شركه دي حاجه تانية، تمام؟ فانت ما لقيتش شغل كفريش، ابدا ان انت تذاكر وتقل نفسك لوحدك، بحيث ان انت لما تيجي قدم على شغلانه كجونيور مثلا، لما تيجي تخش انترفيو كجونيور طبعا هيفرق ان انت تخش كفريش. وغير كده، انت ما فايقتش حاجه، وانت ما ضحكتش على الناس ان انت اشتغلت، لا بالعكس، انت اللي هيثبت كفاءتك وقدرتك الانترفيو، فاهم؟ يعني انا دلوقتي انا كموهب انا مسمي نفسي ميد ليفل، انا ميد ليفل فلاتر ديفلوبر، تمام؟ انا دخلت انترفيو، إيه اللي هيحكم ان انا ميد ليفل ولا لا؟ الانترفيو. دخلني انترفيو، سالني اسئله واحد ميد ليفل، تمام؟ والله عرفت وجاوبت بكفاءه وبطريقه كويسه، فانا ميد ليفل، فاهم؟ لكن فكره ان انت مثلا تقول ان انا سينيور وتخش ما تعرفش تجاوب على اسئله معينه، فانت لا، انت ما مش سينيور، فاهم؟ فاللي انا اقصده، ما تحطش في دماغك ان انا فريش ومش لاقي فرصه كحديث تخرج، خلاص ما تبقاش حديث تخرج، اقعد ذاكر مع نفسك وتقل نفسك، واعمل مشاريع تخليك تثبت كفاءتك فعلا، فاهم؟ ده اللي بيفرق واحد عن التاني، ما تثبتش دايما في مكانك، فاهمني؟ تاني حاجه، المينيمم ريكويرمنتس بتاعت اي شغلانه، يعني المينيمم ريكويرمنتس، خش على لينكد ان، افتح اي جوب لجونيور فلاتر ديفلوبر مثلا او فريش فلاتر ديفلوبر، بس دور على الجونيور اكتر من الفريش يعني. هتلاقي الريكويرمنتس كلها مكتوبه تحت، فاهم؟ مرصوصه. بس عامه حاول تشوف الناس بتستخدم ايه في الشغل قوي، وحاول تتقنه قوي، تمام؟ يعني حاجه زي الاي بي ايز مثلا، انت 100% هتحتاج بيها في الشغل، 100%، تمام؟ سيبك بقى من شغل السوبر بيز والفاير بيز والكلام ده كله، بتحتاج بيها بنسبه بسيطه جدا، لكن كاساس كشغل كبروسيس ككلام ده كله تتعامل 100% مع الباك اند ومع الاي بي ايز. فانت تبدا تشوف بقى بلاي ليست كامله للاي بي ايز، تبدا ان انت تتعامل وتفهم النتورك بيحصل ازاي، والريكوست بيطلع ازاي وبيرجع ازاي والكلام ده كله. فالريكويرمنتس موجوده في اي جوب موجوده على لينكد ان مثلا، فانت تقدر تبص عليها وتشوف ايه اللي ناقصك وتبدا ان انت تذاكره او تطوره. بس انا بقول لك، ابدا بقى شوف الناس فعليا اللي بتشتغل بتتعامل مع ايه او بتحتك مع ايه اكتر، وده خليك متقنه 100%. يعني انا كواحد بعمل لك انترفيو مثلا، لو جيت لقيتك سالتك في حته الاي بي ايز مثلا، لقيتك مش فاهم حاجه في حته الاي بي ايز، فبالنسبه لي ريجكتد من غير ما اكمل، فاهم؟ لان دي حاجه اساسيه، لو مش عارف تكملها فانا البيزنس بتاعي هيقع، فاهمني؟ سؤالي التالت: هل لازم تكون مظبط كل سطر في مشروع التخرج بتاعك؟ لا، مش لازم. ده مشروع التخرج كتكليل لمجهودك اللي انت اتعلمته، فاهم؟ فانت طبيعي ما تقارنش نفسك بواحد سينيور مثلا بيكتب بقاله 5 6 سنين وبيعمل ريفاكتور وبيظبط الدنيا، فاهم؟ ده اول مشروع يبان فيه قدراتك او يبان فيه قابلية بتاعتك، فاهمني؟ يعني انا شفت منك ان انت عارف تعمل مثلا كلين اركتكتشر وعارف تعمل
كيوبيت مثلا. ثواني، في warning رخم. طيب يعني انا في مشروع تخرج، لو انا جيت بصيت بعمل لك ريفيو مثلا، وبصيت لقيتك عامل كلين اركتكتشر، وعامل ديزاين باترنز، وعامل كيوبيت، وعامل ستيت مانجمنت عامه، فانت بالنسبه لي ده انت واو، ده انت ممتاز، فاهم؟ انا بقول لك يعني انت فكره ان انت قبل كده كنت بتعمل مشاريع ضعيفه، مثلا لو انت عملت مشاريع قبل كده فانت عملت مشاريع ضعيفه، فمشروع التخرج هو فعليا اول مشروع تقيل نوعا ما تتعامل معاه، فان انت حاولت فيه، دي بالنسبه لي حاجه حلوه، فاهم؟ انا مش متوقع منك كتير، فاهم؟ انت واحد لسه بتقول يا هادي، فاهم؟ فانا لو شفت لمست منك حاجات تقول ان انت مبشر او حد ان انت كويس، فدي حاجه كويسه، بس مش لازم كل سطر يبقى 100%، ومش لازم كل حاجه تبقى مظبوطه يعني. ده بالنسبه لي اول مشروع فعلي انت تطبق فيه او انت تشتغل فيه، فاهمني؟ طيب، بعد كده حمو بيسألني عن روتين بشرتي. مش هرد عليك عشان انت صاحبي واخويا. طيب، احمد بيسألني انا شغال فلاتر ويب، وكملت يو اي بتاعها كامل وكل شيء كان كويس، المشكلة في الربط بتاع الباك، عندي الصور مش بتفتح خالص على الويب، رغم انا بطبع لينك الصورة بيطلع عادي. دي حاجة. الحاجة التانية، انا مخزن الداتا عندي بشيرد بريفرنس، لما بخرج من الداشبورد واجي ادخل عليها تاني بيطلب مني تسجيل دخول. طيب، خلينا نجيبها. اول سؤال ان الصور مش بتتعرض. شوف الطريقه اللي انت بتعرض بيها، يعني لو انت بتعرضها ايمج دوت نتورك تشتغل عادي جدا، فاهم؟ انما في حاجات زي الكاش نتورك بريفيو مثلا، او كاش نتورك عامه، في باكجات معينه مش بتشتغل على الويب، فاهم؟ فانت سرش وشوف المشكله عندك فين. بس انا بقول لك العادي، يعني لو بتستخدم الايمج دوت نتورك وبتحط فيها اليو ار ال، المفروض تشتغل عادي جدا، وانا لسه شغال، انا اوريدي بعمل مشروع دلوقتي في فلاتر ويب، فاهم؟ وشغاله معايا زي الفل. فانت لو مش شغاله معاك شوف الطريقه اللي انت شغال بيها. وانا بقول لك في باكجات مش شغاله في الويب، يعني في باكجات شغاله في الموبايل، وفي باكجات نفس الباكجات مش شغاله في الويب، فاهم؟ فانت ابدا سرش، شوف لو انت مستخدم باكج، شوف هي مش شغاله ليه على الويب، تمام؟ تاني حاجه، انت بتستخدم شيرد بريفرنس، ولما تيجي بتخش تطلع من الداشبورد وبتخش تاني بيطلب منك تسجيل دخول، انت 100% بتستخدم الشيرد بريفرنس غلط، فاهم؟ لسه عاملها النهارده تسكاي في الشغل، ولا هي شغاله عادي جدا، فاهم؟ شوف بس انت ممكن تكون نسيت تعمل انيشاليزيشن للشيرد بريفرنس. انا عندي مشكله في الكلمات الطويله عامه، مش حاسس ان انا بعرف انطقها. الشيرد بريفرنس ممكن تكون انت 100% عامل حاجه غلط، فاهمني؟ فاتاكد ان انت عامل لها انيشاليزيشن، اتاكد ان انت عاملها بشكل صح، اتاكد ان انت عامل كلاس او سكرينه بتبدا ان هي تلسن، تشوف التوكن بتاعتك موجوده في الكاش ولا لا، لو موجوده دخله على الداشبورد، لو مش موجوده دخله ان هو يعمل لوجن، تمام؟ طيب، بعد كده ابراهيم الباز بيقول لي معايا ويندوز ومحتاج اشوف الاي او اس شغال ازاي بالنسبه للاب، زي النوتيفيكيشن مفيش حل، جربت فيرتشوال بوكس اعمل نسخه ماك عليهم ما ينفعش. طيب، انت عندك طريقتين، اول حاجه ان انت تعمل فيرتشوال ماشين، وطريقه تانية ان انت تعمل هاكنتوش، تمام؟ طبعا الطريقه الثالثه غاليه ان انت تشتري ماك دلوقتي، فخلينا في الطريقتين اللي انت ممكن تعملهم، تمام؟ انا ليا تجربه مع الاثنين. تجربه الفيرتشوال ماشين، انا اللاب بتاعي نوعا ما هو لاب جيمنج، فالمفروض ان هو كويس وبيأدي وبيدي بيرفورمانس محترم. لما جيت نزلت فيرتشوال ماشين، اللاب كان بيموت، كان بيقول اغسونا حرفيا، فاهم؟ فالفيرتشوال ماشين، او دي تجربتي انا معاه، معرفش يعني لو في حد جرب الفيرتشوال ماشين برضو يقدر ان هو يقول لنا تجربته لو هي كويسه يعني. بس انا تجربتي كانت سيئه تماما، ان هو كان تقيل جدا واللاب ما كانش بيقوم حرفيا. الطريقه التانية الهاكنتوش، لسه عامله من قريب، مش من قريب يعني من حوالي سنه. الهاكنتوش ممتاز يعني، كويس جدا ومش غالي، يعني انا كنت عامله ب 400 جنيه ساعتها، فاهم؟ ممكن دلوقتي لو وصل يعني 600 جنيه 700 جنيه يبقى في المعقول منه، فاهم؟ هو كويس جدا، بس لو اديك نصيحه واحده في موضوع الهاكنتوش، لازم تديله مساحه محترمه، فاهم؟ يعني انا كنت عامله على الهارد الاس اس دي بتاعي اللي هو 256، فانا كنت مقسم 100 وحاجه للويندوز و100 وحاجه للاي او اس او للهاكنتوش يعني. والهاكنتوش السيستم بتاعه اصلا واخد بتاع 80 90 جيجا لوحده، فاهم؟ فانا حرفيا عملت فلاتر بروجكت واحد جديد، قال لي insufficient memory، قال لي ما فيش مساحه، فاهم؟
فانا زهقت بصراحه. فانت لو هتعمل هاكنتوش اتاكد ان انت تعمله على هارد في مساحه محترمه، يعني مش اقل من 256 مثلا، فاهم؟ طيب يمن بيسالني هل ممكن اوازن ما بين الباك اند وفلاتر وابقى جامد في الاثنين. كان تركيزي على اس بي دوت نت، واشتغلت على مشاريع كبيره بالسي شارب، وبدات من كام شهر بتعلم فلاتر، وسويت كام مشروع بسيط. وسؤال تاني، هل تنصحني كمبتدئ بفلاتر بقبول مشاريع باسعار بسيطه، ام انتظر مشاريع بميزانيه مناسبه؟ طيب بص يا ايمن، مبدئيا ان انت توازن ما بين الباك اند وفلاتر. انا عندي مثل بالنسبه لي انا كمهاب بقتنع بيه: صاحب بالين كداب. فاهم؟ يعني ان انت تركز في حاجتين وتدي 100% في الحاجتين مش هتعرف تعملها، مفيش انسان عاقل هيعرف يعملها، فاهمني؟ فيا اما تركز في الدوت نت يا اما تركز في فلاتر، فاهمني؟ والله لو يعني فكره ان انت تبقى معاك سكيل كباك اند حلوه، فاهم؟ بس ان انت توازن في الاتنين او تشتغل الشغلانتين في نفس الوقت دي حاجه رخمه جدا. ممكن في ناس تعملها، يعني الا من رحم ربي، فاهم؟ في ناس ممكن تعملها. بس انا بقول لك صاحب بالين كداب، ان انت تركز في شغلانتين، لان دول عالمين تانيين غير بعض، مختلفين تماما عن بعض، فاهم؟ فان انت تركز في ده وتركز في ده وتدي 100% في الاتنين، ده شيء صعب جدا. في ناس بتعرف تعمله، في ناس بتعرف تعمله، بس انا من وجهة نظري لا، يعني ركز في حاجة واحدة وادي 100% فيها احسن ما تركز في الاتنين وتشتت نفسك، فاهمني؟ كمبتدئ بقى ان انت تقبل مشاريع باسعار بسيطه، ولا تستنى مشاريع بميزانيه كبيره. انا بالنسبه لي كمواب انا شايف ان انت تعمل مشاريع ايا كان التكلفه بتاعتها ايه، لان زي ما قلت السوق بقى متشبع، مش متشبع، السوق بقى زحمه. فكره ان في ناس كتير، وفكره ان انت يجي لك مشروع مثلا ب 50 60 الف، هتلاقي واحد تاني بيعمله ب 10000، فاهمني؟ فانا شايف شوف الاسعار المنطقيه اللي انت تشوفها مناسبه ومناسبه لمجهودك ولشغلك اللي انت هتديه في المشروع ده، فاهمني؟ ما تقللش اسعارك قوي، بس خليك في المعقول. وانت برضو حط في دماغك ان انت مش عايز تكسب في الاول كبدايه، انت مهم بالنسبه لك ان انت تتقل السي في بتاعك، مش ان انت تعمل فلوس في الاول، فاهم؟ لان البرمجه في الفلوس في الاول بتبقى تعبانه نوعا ما، فاهم؟ فوجهة نظري ان انت اقبل بحاجه تعلي لك السي في بتاعك، وبعد كده الفلوس هتيجي ان شاء الله. طيب يمن برضو بيسأل هل في طريقة لتصميم تطبيقات اي او اس على لابتوب ويندوز؟ في كذا حاجة، بس برضو يعني حاول تخليك في الهاكنتوش. الهاكنتوش ده باختصار يعني ان انت بتنزل السيستم بتاع الماك زي سيستم الويندوز كده، بيبقى عندك على الجهاز الويندوز بتاعك، الاتنين بيبقوا شغالين مع بعض. وبرضو مش رخيص، بس برضو زي ما قلت لازم تهتم ان انت تديله مساحة كويسة يعني. والهاكنتوش ده يعني اكتر مثال ليا تجربة معاه، وحاسس ان هو ممكن يفيد الناس فعلا. آه، طيب ورجعنا من الاستراحة على تشانل التليجرام بي ار تيل بيقول لي انا استخدم بلوك سيلكتور وكلاس الستيت تبعه يكون مثلا من عدة متغيرات من اي نوع، ولكن في متغير ابغى نوعه من نوع كلاس اخر ابستراكت، زي مثلا عنده variable integer x و string y، وعنده variable نوعه get user data state مثلا. كلاس ده abstract وبيورثوا منه كذا حاجة. طبعا داخل كلاس السكسس متغير من انواع البيانات، والفيلير من كذلك نص. بس هذه الطريقة ما اقدر اسويها اعتقد. سؤالي كيف اسوي نفس هذا السيناريو بطريقة صحيحة مع تجنب اخطاء مقارنة الاوبجكتس مع بعضيها؟ ان شاء الله فهمتني. والله ما فهمتش، بس عامة لو انا فاهم صح، فكرة ان انت مثلا لو عايز تباصي اتنين اوبجكتس، تمام، الاتنين مختلفين ببعض. طيب انا لو عايز ابعت نفس الحاجة، بس انا عايز ابعت الحاجتين مع بعض، فاهم؟ يعني عايز ابعت حاجتين، بس انا عايز استقبل حاجة واحدة، مش عايز استقبل حاجتين، فاهمني؟ ففي الحالة دي بنعمل ايه؟ بنعمل ابستراكت كلاس كبير، والاتنين بيعملوا له extend او بيعملوا له implement، تمام، عشان الاتنين بيبقوا من النوع مثلا، يعني مثلا عندك كلاس x y وz، تمام. الزد ده الابستراكت اللي فوق، تمام. فلما بتعمل له implement من x و y،
فانت الاكس هيبقى من نوع زد والواي هيبقى من نوع زد، فانت لما تيجي تروح الكلاس التاني وعايز تستقبل هتستقبل زد، فالزد ده لو جالك اكس ما انت الاكس بالنسبه لك زد. فاهمني؟ هي محتاجه اي كيو بس جامده. فاهم؟ معرفش انا جاوبت على السؤال بتاعك ولا لا، بس يعني لو ما جاوبتش يعني احاول توضح لي اكتر. فاهمني؟ طيب، بعد كده لو طلبوا مني في الشركة خريطة مع تتبع الطلب، ايه احسن خريطة او ايه احسن مكتبة خرائط؟ يعني جوجل مابس 100%. ما تعملش مع حاجة تاني طالما في رفاهية ان انت تشتري في سبسكريبشن مع جوجل مابس، خلاص دوس مع جوجل مابس 100%. اشرح اهم مصطلحات المابس، يعني البولي والماركر والكلام ده. الورنينج ظهر. طيب، البولي هو عبارة عن الخط. يعني انت مثلا لو جيت عندك ستارت بوينت وعندك اند بوينت، الخط اللي بيترسم ما بينهم ده عبارة عن البولي لاين. تمام؟ حاجة زي الماركر. الماركر دي العلامة بتاعة اللوكيشن. عارف لما انت تخش على جوجل مابس وتيجي تدوس على المكان بتاعك هتلاقي ان هو عامل لك زي علامة اللوكيشن كده باللون الاحمر، هي دي الماركر. ماركر فكرة ان هي زي حاجة بتتحط من فوق عشان تعرفك هي ايه المكان ده بالظبط. فانت بتحط مثلا علامة اللوكيشن دي، هي دي الماركر بالنسبة لنا. مش عارف لو في حاجة تاني ولا لا، بس المابس يعني قشطة، مش حاجة معقدة يعني. آه، طبعا هو واخد التشانل الاحتقار قاعد اسئله يعني. بس ماشي. ايه اشهر طرق الدفع المشهوره في السعوديه؟ والله ما اعرفش. في حاجه اسمها سله اللي انا سمعته يعني، بس ما اعرفش هل دي طريقه دفع ولا هل دي. انا مش عارف والله للامانه، ما اشتغلتش في السعوديه قبل كده. بس يعني لو عايز تجرب مكتبه دفع او طريقه دفع، عندك اسمها إيه؟ سترايب. سترايب على مستوى العالم كله شغاله. ولو حاجه في مصر طبعا بيموب. والاتنين بيوفروا طريقة مجانية ان انت تجرب كمستخدم تجريبي يعني. فاهم؟ يا ريت لو تسوي كورس عن جوراوت. لا مش هعمل كورس عن جوراوت. شايف ان حتة النافيجيشن النيتف بتاع فلاتر نفسه بيكفيني ان انا اعمل اي حاجة وزيادة. فاهم؟ الجوراوت انا مش هلجأ لها غير في حالة ان انا هعمل ديب لينك في الابليكيشن عندي. فالجوراوت ساعتها ممكن تبقى كويسة، لان انا اتعاملت معاها في مرة حسيت ان هي معقدة نوعا ما. فاهم؟ اللي هي بالنسبة لي الطريقة العادية اللي هي النافيجيتور دوت بوش وتودي السكرين وخلاص، موضوع لذيذ. فاهمني؟ لكن الجراوت معقدة نوعا ما. فانا بقول لك انا كمهاب انا مش هلجأ لها غير لو انا هعمل ديب لينك. تمام؟ أم، طيب، السؤال اللي بعده هو بيقول ان بيشوف ناس بتعمل dependency injection للكيوبت جوه الجيتت، ومع العلم ان الكيوبت هو بيتعمل على مستوى الصفحة وبيشتغل مع بداية الصفحة أول ما تخش الصفحة يعني، وبتعمل له ديسبوز أو بيتقفل لما بتطلع من الصفحة. في الكيس ده ان انت تعمل انجكشن للكيوبيت بتاعك، تقدر ان انت تستخدمه في اكتر من سكرين. فاهم؟ فانت خدت الكيوبيت بتاعك عملته منه انستنس محتاجه مثلا في السكرينه بتاعت الهوم سكرين، ومحتاجه في البروفايل مثلا، وليكن معرفش ايه اللي ممكن تحتاجه في الاثنين دول، بس ده اكزامبل يعني اللي جه في دماغي. فانت هنا تعمل بلوك بروفايدر دوت الفاليو مثلا وتبصيله الكيوبيت بتاعك الانستنس بتاع الجيتد، وهتعمل نفس الفكره هناك تبصيله في نفس الانستنس بتاع الجيتد. تمام؟ لو انت عملته لوكال على مستوى السكرينه، يعني انت عملت بلوك بروفايدر واديت له انستنس من الكيوبيت على طول من غير الديبندنسي انجكشن، فانت خدت منه انستنس، هتيجي تعمله في السكرين التانية فانت تعمل انستنس جديد خالص غير الاولاني. فاهم؟ فهي دي الفكره، ان انت لو عايز تستخدمه في اكتر من سكرينه من غير ما يأثر على بعض. فاهمني؟ آه، طيب امين محمد بيقول لسه بادئ فلاتر من 4 شهور، كنت في سلسله ابو حمزه وبدات اتطرق لاشياء متنوعه، فيما معناه يعني ان هو خلص مع ابو حمزه كورس او بلاي ليست فلاتر، وتعلم حاجات زي الجيتكس ومستريح معاها ومتعلم الام في سي، وعمل تطبيق المتجر تقريبا وكله زي الفل معاه. فهو بيسأل لو في سلسلة أنصحه بيها، حاجات زي الستيت مانجمنت، حاجات يقدر ان هو ما اتعلمش حاجات بره سلسله ابو حمزه، فهو عايز يطور من نفسه من السكيلز بتاعته. مبدئيا ما تعتمدش على جيتكس، هي ماشي ممكن تكون مريحه سهله في التعامل، بس على سكيل البروجكت الكبير مش هتبقى اعتماديه. فاهم؟ فما تتعبش نفسك وما تعكش الدنيا من الاول. لو في مقدرتك ان انت تتعلم
حاجه اساسيه، حاجه حلوه، اتعلم كيوبيت. وانا مش متعصب للكيوبيت، الكيوبيت حلو. بس شوف انت اللي انت عايزه، عايز البروفايدر، عايز اي حاجه، شوف اتعلم حاجه غير الجيتكس، بس تكون اعتماديه في سكيل بروجكتس كبيره، لان انت مش هتفضل طول عمرك بتعمل بروجكت صغيره، فاهمني؟ ما عنديش بلاي ليست معينه بصراحه، بس شوف انت بتعلم عايز تتعلم ايه. لو عايز مثلا البلوك او الكيوبيت هتلاقي باشمهندس عمر احمد شارحها، عايز البي اي هتلاقي باشمهندس عمر احمد شارحها. في حاجات كتير يعني، فاهم؟ شوف انت ايه اللي ناقصك، مفيش حاجه معينه في دماغي والله اقدر ان أنا ارشحها دلوقتي، بس شوف انت عايز تتعلم ايه هتلاقي كله موجود على اليوتيوب، فاهمني؟ طيب بي ار تيل برضو بيقول لي لو انا شغال على مشروع كبير او متوسط وفي الباك اند لارافيل وانا مطور تطبيقات فلاتر، ميزه الدفع، هو بيسأل الدفع تكون من الباك اند ولا من عندك انت؟ والله بص، طالما يعني طول ما انت فرونت اند حاول تبعد ان انت تكتب لوجيك بايديك، فاهم؟ يعني على البروجكت اللي احنا شغالين عليه الباك اند هو اللي بيعمل كل حاجه، فاهم؟ هو بيسأل برضو يعني انا وظيفتي ايه. انت وظيفتك ان انت بتبعت له الداتا، يعني مثلا عندك بيمنت انت بتعرض السكرينه بتاعتك، او حتى هو بيجيب لك الاي فريم وانت بتعرض الاي فريم وتبدا ان انت تبعت له الداتا، خلاص دي كل وظيفتك. لكن ان انت تاخد البيانات وتعمل بروسيسنج للعمليه جوه الابلكيشن بتاعك دي مشكله، فاهم؟ فيستحسن طبعا ان هي تعمل من الباك اند. طبعا بالنسبه للاشعارات نفس الفكره، يعني نفس الفكره، انت كل وظيفتك كفرونت اند ان انت بتعمل التريجر، فاهم؟ يعني اليوزر داخل انت محتاج الفاير بيس توكن بتاعته عشان تبعتها للباك اند، الباك اند يبدا ان هو يخزنها، ومن الداشبورد مثلا يعمل لك اوبشن ان انت تبعت، او هو بيبعت من الباك اند، يعني هو الباك اند هو اللي بيبعت النوتيفيكيشن. انت وظيفتك كفرونت اند ان انت بتجيب التوكن او تجيب الحاجه اللي هو بيحتاجها وتبدا ان انت تبعتها له. وفي فتره معينه في عرض معين في حاجه نازله جديد مثلا، هو بيفتح الداشبورد عنده او من الباك اند يبدا ان هو يبعت نوتيفيكيشن، يقدر ان هو يختار بقى يبعتها لشخص معين او يبعتها للناس كلها، كده كده كله بيبقى عنده في الداتابيز. دي كانت كل الاسئله اللي موجوده على التليجرام. اخر سؤال من مظهر محمد على لينكد ان، بيقول لي للناس كلها بتروح لفلاتر رغم ان رياكت نيتف كويسه وشغاله بالجافا سكريبت على عكس شويه دارت. خش انا عايزك تشوف الاناليتكس بتاعت فلاتر نفسها، الرينج او الكيرف بتاع التعلم او رينج تطور فلاتر كبير جدا، فاهم؟ هو رياكت نيتف موجوده، ورياكت نيتف اقدم من فلاتر، فما فيش مشكله. هي فلاتر طالعه ترند نوعا ما، فاهم؟ بس هي ترند مستمر، يعني من ساعه ما طلعت تقريبا وبقت الناس جربت فلاتر والناس بدات تتعلم فلاتر، فلا هي عامله طفره بصراحه في حته الكروس بلاتفورم عامه، فاهمني؟ فالرياكت نيتف موجوده وليها شغل، والفلاتر موجوده وليها شغل، فاهم؟ فالناس كلها بتروح فلاتر ليه؟ لان فلاتر نوعا ما اسهل، فاهم؟ لان برضو مش الناس كلها بتستلطف الجافا سكريبت. انا نفسي كنت بتعلم ويب في الاول، لما دخلت في الجافا سكريبت ما استريحتش، فاهم؟ او مش حاسس ان ده مجالي، فاهمني؟ فهي في الاول وفي الاخر تفضيلات، وفي الاول وفي الاخر التطور بتاع فلاتر كبير، الدعم بتاعها كبير، ان هي مدعومه من جوجل، فالابديتس الكوميونتي بتاعتها ممتازه، فاهم؟ يعني انت اي مشكله تقابلك في فلاتر يا هتلاقيها على ستاك اوفر فلو، يا هتلاقيها على جيت هاب، يا الاي اي هيعرف يعملها لك، يا هتلاقي حد في الكوميونتي في الجروبس مثلا او حد تعرف تساله، فاهم؟ فالكوميونتي بتاعها حلو، سبورتد، بينزل لها ابديتس دايما موجوده، فاهم؟ وبتنافس، ومن ساعه ما طلعت وهي الكيرف بتاعها طالع، ففي اسباب كتيره بصراحه، فاهم؟ وبس كده، ده فيديو النهارده، ان شاء الله يكون فيديو لذيذ، والسلام عليكم.